وانتي مش موجوده ما عنديش حد اكلمه. الحلقه اللي فاتت ما فيهاش فاسود بلوبرز وفي ناموسه. تعالي اوبا يا الحلقه دي بطوله التشيك رواندا تشيك. الساعه اللي هي اسمها ايه، ليها اسم كده، اسمها الاسترونوميكال كلوك. هاو ماتش كلوك. تقعد تعمل حركات والعاب وناس بتخرج وتدخل وفيها جو كده. الحلقه دي حلقه الامرجنسي فند، صندوق الطوارئ والانشورنس. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الخطوة رقم 1 و2 في خطوات الحياة المادية السليمة الستة، واللي هما مصدر الدخل والميزانية اللي جواها التقسيمة السليمة. النهاردة هنتكلم عن الخطوة رقم 3 و4 اللي هما صندوق الطوارئ والتأمين. الخطوتين بتوع النهاردة مهمين جدا، وبالرغم من ان هما مستقلين بذاتهم، لكن لو ما كنتش لسه اتفرجت على الحلقة اللي فاتت اللي فيها الخطوة الأولى والتانية، أنصحك تتفرج عليها الأول وبعدين تيجي تكمل باقي الخطوات. ولو دوست على اللينك اللي هيظهر على ركن الشاشة فوق هيوصلك بالحلقة اللي فاتت، شوفها وتعالى. وكمان بالمرة لو ما شفتش الحلقة صفر لازم تتفرج عليها الأول، وبالذات البند التاني قبل ما تتفرج على الحلقة دي. نخش على طول في الخطوة الثالثة لحياة مادية سليمة، وهي تكوين صندوق الطوارئ. وصندوق الطوارئ ده بيكون عبارة عن فلوس مركونة على جنب، وزي ما هو واضح من اسم الصندوق الفلوس دي بتكون موجودة معاك احتياطي، وده علشان تسعفك وتسندك في حالة الطوارئ والضرورة القصوى. والفكرة ان انت بتبدأ تكون صندوق الطوارئ ده واحدة واحدة، وده عن طريق انك انت بتحوش جزء من دخلك الشهري لحد ما توصل لرقم معين، وبعدها بتركن الصندوق بالفلوس اللي فيه على جنب، وبتوجه الفلوس اللي كنت بتحطها فيه للادخار والاستثمار، وده هيوضح اكتر في الحلقة اللي جاية. وعلشان يكون عندك صندوق طوارئ صح لازم يكون فيه الكام حاجة اللي جايين دول. اولا صندوق الطوارئ لازم يكون فيه المبلغ اللي يكفي من 3 ل 6 شهور من مصاريفك الاساسية لو فجأة بقيت من غير شغل ودخلك وقف. ومصاريفك الأساسية دي هي اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت وشرحنا إنها الحاجات اللي ما تقدرش تعيش من غيرها. ثانيا صندوق الطوارئ لازم الفلوس اللي فيه تكون سايلة وسهل الوصول إليها، وده لأن المبلغ ده ممكن جدا يلحقك مش بس في حالة فقدان وظيفتك، لكن ممكن كمان يكون مسعف ليك في الحالات الطارئة زي الحوادث أو الإصابات والأمراض المفاجئة. وعلشان كده صندوق الطوارئ ما ينفعش إن هو يكون عقار مثلا، ولا حتى شهادة مقفولة في البنك، بالذات لو الشهادة دي ما تقدرش تكسرها في أول 6 شهور من عمرها. لكن ممكن جدا ان صندوق الطوارئ يكون فلوس كاش متشاله في خزنه مثلا، او طبعا فلوس في حسابك الجاري او في حساب التوفير في البنك، وده طول ما معاك الديبت كارد اللي ممكن تستخدم الفلوس دي من خلاله. ثالثا صندوق الطوارئ ده مش بتقعد تحط فيه فلوس الى ما لا نهايه، انت بس بتبنيه لحد ما يوصل للرقم اللي قلنا عليه في النقطه الاولى، وبعد كده بتوجه الفلوس اللي كنت بتحولها عليه لحاجه تانية. ندخل دلوقتي على النقطة الرابعة في مقومات الحياة المالية السليمة، ودي خطوة مهمة جدا بالرغم من ان مش ناس كتير اللي بتهتم بيها، وهي خطوة التأمين. وخطوة التأمين المقصود بيها كل المنتجات التأمينية اللي انت ممكن تكون محتاجها، واشهر منتجات التأمين واكثرهم انتشارا هو التأمين الصحي وتأمين السيارة، والاتنين دول بيندرجوا تحت بند التأمينات العامة او الجنرال انشورنس. تعال نبدأ الأول بأنواع التأمين الأساسية، ودول بينقسموا إلى قسمين: قسم التأمينات العامة وقسم تأمينات الحياة. التأمينات العامة أو الجنرال انشورنس ده بيكون نوع من التأمين بيغطي السيارات والمصانع والشركات والمنازل وغيرهم كتير، وكمان التأمين الصحي بيندرج تحت القسم ده. والنوع ده من التأمين من أشهر صفاته هو إن القسط بتاعه اللي أنت بتدفعه في مقابل التغطية التأمينية اللي بتاخدها بيكون قسط مستهلك، بمعنى إن أنت بتحصل على وثيقة التأمين وبتدفع في مقابلها قسط. لو الحاجة اللي أنت مأمن عليها اتحرقت أو اتسرقت أو حتى غرقت بيدفع لك مبلغ التأمين اللي هو بيعوضك عن الخسائر اللي حصلت. أما بقى لو اشتريت وثيقة تأمين وما حصلش أي ضرر للشيء اللي كنت مأمن عليه، فأقساط التأمين اللي أنت دفعتها بتكون مستهلكة، بمعنى إنك مش بترجع تسترد فلوسك تاني. وأشهر مثل على الجنرال انشورنس هو تأمين السيارات. فأنت مثلا اشتريت عربية وحبيت إنك تأمن عليها، فبتتجه لشركة تأمين، وبعد ما بيعينوا العربية وبيسعروها وبيتم الاتفاق على مبلغ التأمين والتغطيات، بيقولوا لك كمان على قسط التأمين اللي هتدفعه في مقابل التغطيات دي. وبعد ما بتشتري الوثيقة لو عملت حادثة، شركة التأمين عليها إنها تصلح لك العربية أو حتى ترد لك سعرها المتفق عليه في حالة الدمار الكامل أو التوتال لوس، وده لو كانت الحادثة كبيرة قوي والعربية ما تتصلحش. أما بقى لو ما عملتش حادثة فالأقساط اللي دفعتها بتروح عليك، وبتكون هي دي مكاسب الشركة في مقابل التغطية التأمينية اللي اديتها لك. القسم الثاني من انواع التأمين بيكون هو تأمينات الحياة او اللايف انشورنس، وده كمان جواه نوعين من التأمين: نوع اسمه تأمين الحياة المستهلك، ونوع اسمه تأمين الحياة الادخاري او الاستثماري. هدخل في تفاصيل النوعين ونقارن ما بينهم علشان الصورة توضح اكتر.
نبدأ بالتأمين الاستهلاكي، وده بيكون اسمه التيرم انشورنس، وده شبه جدا الجنرال انشورنس من حيث ان الاقساط اللي بتدفعها بتروح عليك. ومن اشهر التغطيات اللي ممكن تاخدها بتكون كالتالي: اولهم طبعا مبلغ الحماية اللي هو مبلغ التأمين على الحياة، وده اللي بيدفع في حالة الوفاة. وفي كمان غطاء تأميني في حالة العجز الكلي او العجز الجزئي الدائم. وكمان في تغطية الحوادث بأنواعها، وفي بعض الشركات بتقدم تغطية الأمراض الحرجة، ودي بتكون فلوس بتاخدها في حالة إصابتك بمرض عويص من اللي تكاليف علاجهم بتكون عالية جدا ومكلفة. وأشهر الأمراض دي هي أمراض الكانسر وأمراض القلب وعمليات زرع الأعضاء وغيرهم. من أكبر مميزات النوع ده من التأمين هو إن سعره بيكون أرخص بكتير من النوع التاني اللي لسه هتكلم عنه، ولكن طبعا من أكبر عيوبه هو إن الفلوس اللي بتدفعها كأقساط بتروح عليك لو أنت محصلكش حاجة أو لو ما اضطرتش إنك أنت تستعمل التغطيات التأمينية دي. ومن عيوبه كمان زي ما هو واضح من اسمه إن التيرم انشورنس ده بيكون محدد بفترة معينة وليه مدة زمنية محددة لانتهاء التغطيات اللي بتاخدها، يعني ما ينفعش إن التأمين ده يكون عندك مدى الحياة وإلى ما لا نهاية. النوع التاني ده بقى ظريف جدا ومش ناس كتير عارفة ان هو موجود، وهو التأمين الادخاري او الاستثماري، وده اللي عادة بيتقال عليه هول اوف لايف انشورنس. وده بيقدم نفس التغطيات اللي اتكلمنا عنهم في النوع اللي فات، لكن بيزيد عليهم كمان بعض التغطيات الإضافية، زي مثلا تغطية مصاريف مدارس أولادك أو المصاريف الدورية السنوية للأسرة. وكمان في أنواع منه بتغطي احتمال فقدان الدخل من الوظيفة أو حتى التوقف عن العمل لمدة معينة. وطبعا التغطيات دي بأنواعها المختلفة بتختلف من شركة لشركة ومن بلد للتاني. من أهم مميزات النوع ده من التأمين هو إن كل الأقساط اللي أنت بتدفعها بيتم استثمارها بعد استقطاع التكلفة التأمينية اللي هو الكوست اوف انشورنس، وده بيخليك بعد مدة معينة تقدر تسترد كل الفلوس اللي أنت دفعتها كأقساط وتاخدهم بأرباحهم كمان. يعني كأنك كنت بتحوش وكمان واخد تغطيات تأمينية. وعادة الاستثمار ده بيتم من خلال صناديق الاستثمار، ودي اللي اتكلمت عنها بالتفصيل في حلقة صناديق الاستثمار. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الطريقة دي دوس على اللينك اللي هيظهر في ركن الشاشة فوق واتفرج على حلقة صناديق الاستثمار كاملة. من مميزات النوع ده كمان إن مدة التغطية التأمينية اللي بتاخدها بتكون طويلة جدا، لدرجة إن في بعض الشركات بتوفر لك الخدمة دي لحد بعد ما توصل لسن ال100 كمان. لكن من عيوب النوع ده من التأمين هو إن سعر الأقساط اللي هتكون بتدفعها أعلى بكتير من أقساط التأمين الاستهلاكي أو التيرم انشورنس. هديلك مثل بالارقام يوضح لك ويقارن لك ما بين النوعين دول من التأمين. لو افترضنا ان انت شخص في سن ال 35 مثلا وعندك زوجة وطفلين صغيرين، قعدت مع نفسك في قعدة حلوة كده او مع مستشارك المالي وحسبت الفلوس اللي مطلوبة منك ما بين اكل وشرب وايجار ومصاريف مدارس عيالك وكمان مصاريف جامعتهم لما يكبروا والاقساط والفواتير وكل المصاريف والالتزامات التانية اللي عليك، وعملت الحسبة دي من النهاردة ولحد ما تطلع على المعاش وعيالك يكونوا كبروا واشتغلوا وبيعتمدوا على نفسهم، وهنفترض ان الحسبة بينت لك ان المصاريف المستقبلية اللي عليك دي كلها على بعض حوالي 2 مليون. طبعا انت بعد ما حسبت الحسبة دي ممكن جدا يكون حصل لك حالة هلع وصدمة من الرقم اللي مطلوب منك، والرقم ده عادة هو اللي بيكون اصلا الدافع ليك علشان تتعب وتشتغل وتوفر الفلوس دي علشان تصرف على عيلتك ومراتك وعيالك. بس برضه بعد الحسبة دي انت ممكن تسأل نفسك سؤال مهم قوي، وهو طب لو انا بكرة مش موجود مين اللي هيدفع المصاريف دي كلها؟ واسرتي وعيالي هيعيشوا ازاي ومنين؟ ولما سرحت بخيالك في وضع أسرتك يا ترى هيكون عامل إزاي لو أنت بكرة مش موجود، قررت فورا إنك تشتري وثيقة تأمين على الحياة. وهنا بقى ممكن تسأل نفسك يا ترى هشتري تأمين استهلاكي ولا استثماري؟ وعلشان كده أنا هعمل لك المقارنة اللي جاية دي علشان ممكن توضح لك الصورة أكتر وتساعدك في اتخاذ القرار. بناء على الحسبة اللي فاتت واللي أنت حسبتها مع نفسك، فأنت مثلا محتاج تغطية تأمينية بحوالي 2 مليون، وهيبقى هو ده الرقم الأساسي اللي هنحطه في المقارنة ما بين النوعين ونحسب على أساسه. يبقى أول تغطية أنت محتاجها هي مبلغ التأمين على الحياة بحوالي 2 مليون، وممكن كمان تاخد تغطية العجز الكلي الدائم بمثلا 250 ألف، وتغطية الأمراض الحرجة ب 250 ألف تانيين، وتغطية الوفاة نتيجة حادث ودخل سنوي للأسرة، وكمان دخل بديل في حالة عجزك عن أداء وظيفتك. وبكده ممكن تلاقي إن القسط اللي مطلوب منك في الحالة الأولى هو حوالي 3600 في السنة، بينما في النوع الثاني فالقسط هيكون 12000 في السنة. وفي نهاية مدة التأمين ولو افترضنا انها 20 سنة في الحالتين، هتلاقي انك في التأمين الاستهلاكي دفعت في المجموع 72000 ورجع لك منهم صفر، بينما في التأمين الادخاري هتاخد اكتر من مجموع كل الاقساط اللي انت دفعتها في خلال ال 20 سنة. بس طبعا ده بيعتمد بشكل كبير على ارباح الاستثمار اللي هتتم على فلوسك. في المثل اللي فات ده أحب ألفت نظرك لأكتر من نقطة، أولهم وأهمهم هو إن كل الأرقام اللي أنا استخدمتها في المثل اللي فات دي هي مجرد أرقام تقريبية وبس،
وملهاش اي علاقة بالواقع غير ان هي بتوضح لك الفرق والمقارنة ما بين النوعين. وكمان خلي بالك انا ما ذكرتش اي عملة محددة في كلامي، يعني ولا قلت الفلوس اللي انا ذكرتها دي هي بالدولار الامريكي ولا الجنيه المصري او الدرهم الاماراتي ولا حتى بالميتيكال الموزمبيقي. الارقام دي بس كانت علشان تقرب لك الصورة شوية. ونقطة تالتة مهمة جدا هي ان التغطيات التأمينية وعددها وانواعها بتختلف تماما من شركة لشركة ومن بلد للتاني، والتغطيات اللي هنا ممكن ما تكونش موجودة هناك والعكس صحيح. واخر نقطة هي ان ارباحك من خسارتك في نوع التأمين الادخاري بتختلف وبتعتمد على حاجات كتيرة جدا، من اهمها مين هو مدير الصناديق اللي هتستثمر فيها، وايه هو حجم التغطيات اللي انت واخدها، وايه هي التكلفة التأمينية اللي هتكون بتدفعها. وطبعا دي بالذات بتعتمد بشكل اساسي على مبالغ التغطية اللي هتاخدها بالمقارنة بسنك وحالتك الصحية وحاجات زي مثلا هل انت مدخن ولا لا. وكقاعدة عامة كل ما اشتريت تأمين الحياة وانت سنك صغير وصحتك كويسة كل ما هتدفع اقساط اقل. وخليني برضو الفت نظرك على ان التأمين هو حاجة انت بتشتريها وانت مش محتاجها لانك ما تقدرش تشتريها لما تكون محتاجها. وبالرغم من ان الكلام على التأمين بيكون عادة بايخ وكئيب الا ان التأمين على الحياة ما هواش رفاهية، بل هو ضرورة من ضروريات الحياة المادية السليمة. وممكن نعرف قسط التأمين على ان هو خسارة صغيرة اكيدة لتجنب خسارة كبيرة محتملة. الكلام عن التأمين فيه تفاصيل أكتر من كده بكتير وهحاول في المستقبل أعمل له حلقة لوحده، لكن لو حسيت بأهمية التأمين وحسيت إنك أنت محتاج يكون عندك تأمين على الحياة اسأل مستشارك المالي في البلد اللي أنت فيها عن أنواع وخيارات التأمين المتاحة وشوف منهم إيه المناسب بالنسبة لك. وتعالى الأسبوع اللي جاي علشان تتفرج على الجزء الثالث من عوامل الحياة المادية السليمة، واسألني في التعليقات عن أي حاجة عايز تستفسر عنها في موضوع التأمين، ولو عايز تبسطني أنا اعمل التلاتة. تحياتي. الفلوس دي بتكون موجودة معاك احتياطي علشان تسعدك عشان تسندك عشان تسعفك اصلا. لو فجأة بقيت بدون دخل بالذات لو الشهادة دي ما تقدرش تكسرها في اول 6 شهور من عمرها بالذات لو الشهادة دي ما تقدرش تكسرها في اول 6 شهور من عمرها. لكن ممكن جدا ان صندوق الطوارئ يكون فلوس وده شبه جدا الجنرال انشورنس من حيث ان الاقساط اللي تالت مرة غلط في نفس الكلمة. اسألني في التعليقات عن اي حاجة عايز تستفسر